السلام عليكم ورحمة الله، يا هلا وغلا بالأحباب. مش هتصدقي إن الفطير ده من غير توريق ولا فرد بالساعات ولا سمنة بين الطبقات، ومع كده بيطلع معاكي مورق وذهبي. أسرع وأسهل فطير مشلتت ممكن تجربيه، فلاحي وريحة زمان فيه. لو نفسك تعملي الفطير ده على أصوله من غير تعب، الفيديو ده ليكي. بس قبل ما نبدأ الفيديو، لو لسه مشتركتيش في القناة، أنا سمر ودي قناتي. انزلي اشتركي بقى في القناة وفعلي زر الجرس علشان توصلك كل الوصفات الجديدة اللي بنزلها، وكلها وصفات اقتصادية. ويلا بينا نشوف الفيديو. معايا هنا كيلو من الدقيق، عليهم 3 كوبايات من المية، معلقة صغيرة من الملح، و3 معالق كبار من السكر. المية هنا يا جماعة أنا هنزل بكوبايتين، طبعا المية تبقى على حسب نوع الدقيق. هنزل هنا بكوبايتين من المية زي ما انتم شايفين كده، وهبتدي أعجن الفطير. الفطير كل ما بنعجنه حلو يا جماعة، أو أي معجنات عموما يعني، بتديني نتيجة حلوة جدا. قلبي كل المكونات دي كويس جدا، وهنشوف لو هي محتاجة شوية مية أنا بضيف شوية شوية بالتدريج. المية هنا عندي مية دافية، علشان خاطر ده بيسرع من إن العجينة ترتاح معاكي أسرع. تمام، تقدري بس عادي ممكن تستخدمي مية من الحنفية، بس لو انتي مستعجلة وعايزة العجينة ترتاح بسرعة معاكي، يبقى استخدمي مية دافية. هنزل زي ما انتم شايفين كده بالتدريج لغاية العجينة يعني ما تبقى خلاص كده تمام جاهزة معايا. مدة العجن أخد معايا 10 دقايق. لو انت عندك عجان ممكن ب5 دقايق هتكون اتعجنت معاكي. طب لو مش عندك عجان هنستخدم ايدينا عادي جدا ونلم العجينة. أهم حاجة العجينة تكون ملمسها ناعم ومعجونة حلو جدا. أهم حاجة إن انت تخدمي العجين كويس جدا. شايفين كده هي العجينة بتلزق حاجة بسيطة، وده القوام اللي أنا محتاجاه. طبعًا أهم حاجة إن إحنا نسيب العجينة ترتاح كويس جدًا، يعني على الأقل أقل حاجة إن أنتِ تسيبيها ساعة. بس كل العجينة أمّا بترتاح أكتر كل ما بتدّيكِ نتيجة فرد أفضل بكتير. طبعًا أنا هاسيب العجينة ترتاح حوالي ساعة، وبعد كده هابتدي. أنا كنت مستعجلة فخلاص يعني سِبتها ساعة ارتاحت. أنتِ ممكن تقدري بقى تسيبيها أكتر من كده، وطبعًا بنغطي وشّها بstretch wrap أو بكيس تلاجة. طبعًا بعد ما ارتاحت ساعة هنبتدي مرحلة الفرد. مرحلة الفرد دي يا جماعة يعني إحنا حرفيًا إحنا مش هنعمل مجهود، وهنعمل ممكن تقدري تعملي كمية من يعني من غير تعب ولا توريق كتير ولا سمنة كتير. تعالوا بقى أنا أعرّفكم إزاي الطريقة. أول حاجة عندي مفرش سيليكون للفرد، بعد كده هانزل بالعجينة كاملة كلّها. الأول هأدّي رشّة دقيق على الكونتر كده، وبعد كده هانزل بالعجينة بالشكل ده، وبعد كده هابتدي أفرد العجينة كلّها. تمام، علشان خاطر إحنا هاورّيكم أنا هاعمل إيه دلوقتي. أنا دلوقتي فردت العجينة كلّها مرّة واحدة كده من جميع الأطراف. وطبعًا أنا مش عايزاكِ يعني العجينة تفرديها لدرجة إن هي تبقى رقيقة أوي، لأ، افردي العجينة على قدر المستطاع منِّك كده. بس أهم حاجة الأطراف ما تبقاش سميكة، علشان خاطر ما تبقاش بتكلكع معانا في الفطير. هابتدي أفرد بالشكل اللي أنتم شايفينه ده لغاية ما الفطيرة كلّها تتفرد معايا. عندي كوباية من السمنة هابتدي أدهن بيها الفطير، وتقدري تستخدمي كمان الزبدة أو خليط من الزبدة والسمنة، أو خليط من السمنة والزيت. أنا عملت هنا السمنة زي ما أنتم شايفين. السمنة أو الزبدة بتحافظ على طراوة الفطير. أنا هنا استخدمت معلقة صغيرة من البيكنج باودر دهن للفطير، وده اللي بيعمل معايا طبقات للفطير زي ما أنتم شايفين بالشكل ده. حاولي كده تغلفي الفطيرة بال بالسمنة كويس جدًا. وبعد كده هارُل العجينة زي كإني أنا باعمل سينابون، يعني هنلِف العجينة بالشكل اللي أنتم شايفينه ده، وكإنه إني أنا باعمل سينابون. الخطوة دي هي اللي بتخلّي الفطيرة ما بين الطبقات مورقة. يعني أنا كده بالِفّها roll يعني رفيّع. أنا بارُلّها كده يعني رفيّع، مش باخلّيها الحجم بتاعها عريض، لأ أنا بارُلّها رفيّع علشان خاطر تدّيني طبقات كتير للفطير. بعد ما خلّصت كده أنا قسّمت العجينة على 4 أجزاء، عملت جزئين. ده هاعمله فطيرة كبيرة، يعني أنا عملت الفطيرتين شايفين، يعني أنا قسمتها على 2 بحجم يعتبر متوسط، وعملت فطيرة بحجم كبير تمام عنهم، وحجم متوسط. عمل معايا 3 صواني، صينية مقاس 20 ودي الفطيرة الصغيرة اللي هي بالحجم المتوسط، والفطيرة الكبيرة عملت مقاس 24، والفطيرتين اللي هُم بحجم متوسط عملوا معايا فطيرة مقاس 28. هابتدي كده آخد قطعة من العجينة وابتدي أفردها بالشكل اللي أنتم شايفينه ده. بعد كده هادهنها بالخليط بتاع السمنة والبيكنج باودر
تمام. والبيكنج باودر يا جماعة ده بيخلي الفطير يتنفخ في الفرن معايا ويفرد الطبقات من بعض. ادهنه كده وابتدي ارولو زي ما انتم شايفين بالشكل ده، اعمله على شكل رول. بعد كده هلفه بالشكل كأنه شبه الشوريك كده، يعني كأنك بتعملي شوريك. هلفه بالشكل ده زي ما انتم شايفين. حاولي ان انت تفردي العجينة كويس جدا كده زي ما انتم شايفين، وبخلي الطرف ده لتحت. الطرف بتاع العجينة ده بخليه لتحت زي ما انتم شايفين. بعد كده بحطه في الصينية دي. ودي العجينة اللي هي حجمها كبير عن العجينة التانية، عملتها بمقاس 24. بعد كده هدهن الفطيرتين اللي هم انا عملتهم فوق بعض دول، ده بحجم متوسط. هبتدي افرد العجينة زي ما انتم شايفين بالشكل ده. بعد كده برضو هدهن الطبقة بتاعة الفطير، وبعد كده هلفها رول زي ما انتم شفتوا في الخطوة اللي قبلها. الخطوات دي يا جماعة بتسهل علينا الفرد كتير، وان انا اعمل طبقات كتير من العجين. انا عملت كذا خطوة للفطير تقدروا تشوفوهم على القناة. بعد كده هبتدي الفها رول زي ما انتم شايفين، والفها شبه الشريك كده. بعد كده احطها في صينية مقاس 28. الفطيرتين اللي هم بحجم متوسط عملت فيهم فطيرة مقاس 28، وفطيرة مقاس 20، وفطيرة مقاس 24. فردنا العجين بالشكل ده. اهم حاجة بنريح العجينة لمدة نص ساعة علشان تبقى سهلة معايا وانا بفردها في الصينية، عشان تبقى سهلة معايا في الفرد. اهم حاجة نسخن الفرن حلو جدا على درجة حرارة 200، وبرده بنسيبه على درجة حرارة 200 لغاية ما بياخد لون من تحت. وبعد كده اول ما بياخد لون من تحت بفتح عليه شويه من فوق. وطلع معانا بالجمال والروعه ده بجد والله يا جماعه. كان هش جدا وناعم جدا. كمان انتوا لو عايزين نتيجه اطرى من كده، يعني الفطير يبقى اطرى من كده، استخدمي زبده وقشطه. بتبقى حرفيا الفطير ناعم وطري جدا. شايفين كده؟ انا عايزه اوريكم بس الطبقات بتاعه الفطير، وهو كان الفطير سخن هنا. فهنا عايزه اوريكم من النص يعني حرفيا، والعجينه طريه زي ما انتم شايفين. ادي الطبقات ما بين بعضها، وحرفيا بجد والله الفطيرة طرية وناعمة جدا. وكمان لما تسيبيها تبرد وتغطيها لا بتبقى أطرى من كده. دي كانت لسه طالعة من الفرن على طول. لما يا ريت بيخرج نغطي الفطير الفطير لازم بعد ما نغطيه يا يخرج من جماعة الفرن علشان يبقى طري معانا. شايفين؟ أنا عايزة أوريكم يعني الطبقات إزاي رفيعة وخفيفة من غير توريق كتير. لو كنت بقى وصلتي معايا لنهاية الفيديو، ما تنسيش اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس علشان توصلك كل الوصفات الجديدة اللي بنزلها. بقول لكم في رحاب الله، السلام عليكم.